طيب يا شيخ علي، انتوا كنتوا مع جماعه مزمل، ودائما بنسمع مزمل بيقول في المناظرات اللي كان بيعملها شباب انصار السنه او اي شباب منتمين لاي جماعه اخرى قد يعرف مزمل، يقول لهم زي احنا دايرين نناظر. يقول لهم انا ما بناظر ضرب، انا داير الرؤوس الكبار، يعني يقصد مشايخ علماء الجماعه. والان اذا طلبوا مزمل مناظره انا متاكد تماما ما بيجي. فتعليقك شنو على الحته دي؟ طبعا لانه الوضع اتغير. مزمل في فتره من الفترات كان غير مشهور وكان يعني ما عنده جماهير، فكان يحاول يتحدى الكبار عشان يصل لمرحلته. لما شاف الطلبه بتاع انه كتار وكده، فشاف انه تاني بعد ما في داعي للمناظرات دي، لانه يخشى انه بعد الناس يتساقط، وهو بعد انت بعد ترتفع ما في تاني الا شنو؟ الا السقوط. وهو بعد ذاك الاخطر من كده، منهج مزمل انكشف لدرجة إنه يخشى إنه الناس تسمع لأنداده اللي هم أكثر ناس بالنسبة لمزمل أنصار السنة. لا من يقول إنه لو فتحت تلفونك واستمعت لأي واحد من أنصار السنة أنت مرقت من عصمة الله. هذا موضوع كبير، كيف يعني إنسان يخرج من عصمة الله بالاستماع لإنسان مسلم من عصمة الله؟ كلام كبير جدا. لكن مزمل يقصد من الكلام ده التخويف والتحذير والتشديد على أي طالب من طلابه إنه يستمعوا لشباب انصار السنه، بالذات اللي كان ينتقدوا مزمل زي اخونا جزاه الله خير اسماعيل عز الدين. لانه كان يعني مقاطعه مؤثره جدا. حتى مزمل تحت كان بيخاف يقول يا جماعه المقاطع دي عملت وسوت وعملوا وحذروا، يعني ضربت شديد في شنو؟ في منهج مزمل. فهو عمل الكلام ده، حتى بل المصادقه على الفيسبوك يقول ما تصادق انصار سنه. يعني لو شيوعي جاك طلب صداقه تقبل، علماني طلب صداقه تقبل، نصراني طلب صداقه تقبل، جنجويدي تقبل، ده ذاته تقبل بالذات. بمناسبة الجنجويد دي، في واحد اسمه عمر ده جاب مزمل إمام في مسجد في شقيلة. مسجد أنا ذاته. وده عمر ذاته؟ أيوه. عمر طبعا من أبنانياتها. صحيح يعني. عنده ولد خالته مع الجنجويد قتل في الفاشر. أيوه. فقام مجموعة من اتباع مزمل، ناس عبد الحليم بشوك والدين الناير السلفي، قاموا عزوه لما هو نزل انه عنده ولد خالتي كده وتوفى. أيوه. فقاموا عزوه وسالوا الله تبارك وتعالى انه يحشره في الفردوس الاعلى. صحيح. ديل عبد الحليم بشوك والدنار، حتى انا كان علقت عليه يعني. ده الشاب اللي انا قلت لك قبل، هو اهله كلهم في الدعم السريع، مش يعني اداريين في الدعم السريع، لا مقاتلين بسلاحهم. انا شفت صفحاتهم على الفيسبوك، ناس مقاتلين شارين السلاح، ما نصحهم بل اللي بيموت منهم يترحم عليه. زي يموت قاتل نفس، يموت نهاب مغتصب للاعراض، كيف تترحم على زول ده؟ اقل شيء يبين انه زول ده مات يعني هو يقاتل السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على اميره غير شبر فمات فميتته شنو؟ ميتة جاهلية.